تخيل معايا شركة عندها 90,000 موظف وأكتر من 100 مليون عميل وعندها فروع في كل حتة في العالم. بعد 5 سنين خلاص الشركة دي فلست. تعرف الشركة دي مين؟ بلوك باستر. طب مين اللي خلاها تموت؟ شركة كانت بتوصل الأفلام بالبريد، نتفليكس. طب ليه ده حصل؟ مش عشان شركة بلوك باستر كانت وحشة، لا، لكن لأنها كانت بتلعب اللعبة بالقواعد القديمة وما خدتش بالها من 5 قوى خفية بتتحكم في السوق. قوة لو ما فهمتهاش ولعبت بيها منتجك هيضيع حتى لو كان أحسن منتج في العالم. طب تعرف إنه في سنة 2019 شركة ناشئة في مجال التسويق الرقمي اسمها برايتلي كانت بتصرف آلاف الدولارات على إعلانات فيسبوك وجوجل، وفريق المبيعات عندهم كان بيشتغل أكتر من 12 ساعة في اليوم، ورغم كده المبيعات كانت ثابتة. الإدارة قررت تغير فريق المبيعات بالكامل، والمفاجأة المبيعات زي ما هي ما تحسنتش. قامت الشركة رايحة لاستشاري استراتيجي قال لهم إن المشكلة مش في التيم بتاعكم، دي مشكلة عامة في السوق. وبتحليل سريع باستخدام بورترز 5 فورسز اكتشفوا انهم في سوق مشبع، سوق مليان، والزباين عندهم قوة تفاوض عالية جدا، والموردين اللي هم فيسبوك وجوجل بيتحكموا في السعر بتاع السوق. الشركة قررت تغير الاستراتيجية بتاعتها، وفي خلال 6 شهور بس مبيعاتهم زادت 300%. النهاردة في قهوة المندوبين هنتكلم وندردش ونعرف أكتر عن 5 قوى خفية بتسرق زباينك، خلت عمالقة ماتوا وشركات صغيرة كبرت. مش منتجك، مش تسويقك، القوة دي هي اللي بتتحكم في مصيرك. يا ترى ايه هي قوى بورتر ال5 او بورترز 5 فورسز؟ تخيل معايا البيزنس بتاعك مش مجرد محل او شركة، دي ساحة معركة. في استاذ عبقري من جامعة هارفارد اسمه بورتر اكتشف انه اي مشروع بيتحرك وسط 5 قوى رئيسية، 5 لعيبة لازم تكون عارفهم كويس علشان تقدر تكسب وتفضل في اللعبة. اولا المنافسين، دي الخناقة اللي انت جواها. 2 الداخلين الجدد، ده الخطر اللي ممكن يجيلك في اي لحظة وياخد العميل بتاعك. 3 البدايل، الحاجة اللي ممكن الزبون يشتريها بدل المنتج بتاعك او الخدمة اللي بتقدمها وتحل محلها. 4 الموردين اللي بيتحكموا في السعر عليك. و5 واخر حاجة الزباين اللي برضو بيتحكموا في السعر عليك. كل واحدة فيهم ليها قصة، وكل قصة ليها ضحية، وغالبا الضحية انت.